عربيتي ايه؟ فين العربيه؟ نعم هو الملمس دي مش عربيتي دي يا باشمهندس. هي دي عربيتي؟ حقيقي. دي العربيه اللي انا جبتها؟ يا دي النور يا حبيبي. اهلا 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 الحمد لله على السلامه. ازيك يا باشمهندس؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله تمام. بص بقى يا باشمهندس، انا عايز اقول لك حاجه. انا جاي لك بعد ما اتصلت وسالت وعرفت وسالت ناس، صحيح. فواضح ان الحكايه احلى مما كنت اتصور انا إن شاء الله. اصلا يعني. ان شاء الله هنبهرك. فانا جاي بثقه وعارف انا الحكايه عامله ازاي في الاخر. ان شاء الله هنبهرك وهنكون عند حسن ظنك. بفضل الله من اكتر ناس خبره في المجال في النانو. انا عارف العربيه هتطلع عامله ازاي. ان شاء الله نكون عند حسن ظنك. هتعبكم معايا. لا اطلاقا اطلاقا. ميرسي يا باشمهندس. ميرسي. Tell me, is this thing on now? I've been working long like a marathon now. Tying up words, making them a bomb now. Tell me, who turned on the alarm now? I got a message when they put it in a song now. I'll see you later, all the haters got it wrong now. We're touching the lightning, we're coming alive, yeah. We feel it inside, yeah. We got the power. حبيبي الغالي يا دي النور. اهلا اهلا. الحمد لله على السلامه. ازيك يا باشمهندس؟ اتفضل. ربنا يخليك. ايه رايك في العربيه؟ عربيتي ايه؟ فين العربيه؟ بسم الله ما شاء الله. هي دي عربيتي؟ حقيقي. دي العربيه اللي انا جبتها؟ مظبوط. ايه رايك في النعم؟ يا راجل النعم والملمس. دي مش عربيتي دي يا باشمهندس. لا والله بجد اتغيرت جدا. ربنا يحفظها لك. بسم الله ما شاء الله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا تسلم ايديكم بصراحه. الله يحفظك يا حبيبي. بص هقول لك حاجه يا باشمهندس، انا كنت عارف الحكايه دي. يعني انا انتم مسمعين والله كمكان فعلا انكم بتعملوا شغل حلو، بس انا متفاجئ يعني. ما كنتش مصدق ان هستلم العربيه عامله كده. الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله نكون دايما عند حسن ظنك الجميل يا رب. لا انا بصراحه يعني مستغرب من العربيه لانها بقت عربيه ثانيه انا ما عرفتهاش لما دخلت اصلا يعني. جدا، هي عجبت حضرتك والله. يعني ان شاء الله نكون دايما عند حسن ظنك. ميرسي جدا يا باشمهندس، ربنا يخليك. تسلم. والازاز بقى اتعمل كله البادي والفوانيس والازاز والجنوط والازرار والنيكل الداخلي والاجزاء الابانوس والاجزاء البلاك بيانو، كل ده معانا ان شاء الله. كل ده اتعمل بالظبط كده. طب انا مش عارف اقول لك ايه والله. انا عايزك تلمس بقى وتحس النعومه كده. طبعا بقت عامله ازاي. طبعا. طيب بالنسبه للازاز احافظ عليه بشكل بقى اقعد قد ايه؟ عادي خالص، انت استخدم طبيعي شغلك الطبيعي عادي خالص. تمام. انت اصلا بعد كده مش هتحتاج تنزل تشغل مساحات في المطر او كده. لما يبقى في ميه كثيفه ده الميه عامله بابلز وبتطير لوحدها. تمام. انا كمان عايز اعمل لحضرتك اختبارات دلوقتي على العربيه هنعملها مع بعض، وان شاء الله هتشوف نتيجتها دلوقتي حالا. طبعا في الخامات العاديه بيتعمل الاختبار ده بعد 5 ايام. احنا هنا في رويال لينو بنقدر نعمله في نفس اليوم ده، طبعا لان الخامات عندنا الصلابه بتاعتها درجه 10 اتش، دي اعلى درجه صلابه موجوده في السوق حتى اللحظه اللي احنا فيها. كمان الخامات عندنا فيها تكنولوجيا متطوره اسمها ذاتيه المعالجه، وده اللي بيخلينا نقدر نعمل عليها الاختبار في نفس اليوم. ذاتيه المعالجه دي يعني بتتمدد بالحراره فتملى الفراغ اللي حصل نتيجه الاسكراك. طيب انا عرفت انك هتديني ضمان. مظبوط، ضمان 11 سنه. 11 احنا سنه عاملين نانو جرافين. انا اول مره اشوف اللي انت عامله ده. فده ضمانه 11 سنه. لا دي حاجه هايله بصراحه. ان شاء الله نكون دايما عند حسن ظنك يعني الجميل. لا ده اكتر من كده والله كمان. الله يبارك فيك. وضمان 11 سنه دي يعني. لا ده الاهم مش بس من ان هو كلمه ضمان، اصل لو ضمان وخلاص فماشي خدنا ايه. لا ده ضمان يشمل صيانات، يشمل دعم فني مجانا طول فتره الضمان. الدعم الفني ده لو لا قدر الله حصل خربوش، حكه تريحه، حد رايح على العربيه، اي حاجه في اي وقت، ده مجانا طول فتره الضمان. حتى لو كل يوم عندي مشكله، كل يوم عندك مشكله تعالى لها هعملها لك فري طول ال 11 سنه. طول ال 11 سنه. طول ال 11 سنه. طول ال 11 سنه. ده الدعم الفني. ايه التجربه اللي عايز تعملها؟ هنعمل لحضرتك دلوقتي اختبار الخدوش واختبار النار وانزلاق السوائل. كل ده على العربيه؟ حالا. نبدا بايه؟ خدوش. طب ما كفايه سوائل يعني. لازم نخربش. لازم نخربش ونولع. وكمان نار. لا والله. مظبوط. هنعمل ده دلوقتي. اول حاجه هنعمل اختبار الميه، انزلاق السوائل. زي ما حضرتك شايف كده الميه ما بتثبتش على جسم العربيه. تمام كده.
حتى لو في نقطه ميه بتبقى عامله بابل زي ما حضرتك شايف كده. والفكره هنا ايه؟ ان احنا خلاص قفلنا المسامات، فكل حاجه هتبقى عامله يعني عامله بابلز على السطح. عامله بابلز مش بتقف يعني، مش بتقف بقى تفرش. دي زي الوضع فكره العادي. النانو بقى، صح؟ بالظبط كده. النانو سيراميك هنا بيقفل المسامات فبيخلي الجسم سموث، فده بيقدر ان هو يدينا الشكل الجميل. طب انا شايف كفايه الاختبار ده. لا اسمع مني بقى. يعني خد انا اللي شايف جاي. مفيش داعي للحريق والكلام ده. طيب ايه رايك في نعمل حاجه زي كده؟ شايف حاجه معينه؟ انا كل خبطه قلبي بيقع اصلا. انا نفسي اشوف حاجه. كده مفيش اي حاجه، مفيش اي اثار اصلا. صح. يلا بينا نعمل اختبار النار. ايوه ما بلاش. كفايه كفايه يا باشمهندس. كفايه، انا صدقت كفايه. زي ما حضرتك شايف كده النور يا شباب. في اي اثار لتهبيب او حاجه سودة من اللي بتحصل من الحريق؟ مفيش اي حاجه بصراحه، مفيش اي حاجه. تعالى نلمس كده بس خلي بالك عشان ظهرك ايدك ما تتلسعش. ده سخنه قوي. سخنه. في اي حاجه في الدهان فقت عملت، في اي حاجه مش بصراحه طبيعيه لا. حصلت؟ بصراحه لا. هنا بقى احنا بنقول ايه؟ اللي النار المباشره دي ما قدرش تحرقه، عمر الشمس ما تخليه يكلح. نفس الفكره يعني، بالظبط. لان الدهان بيكلح من الشمس. الشمس لما تقعد مثلا 3-4 ساعات عليها مش هتيجي قد النار اللي حصلت دي دلوقتي. بالظبط كده، بالظبط كده. فهنا اللي اتحمل درجه الحراره العاليه المباشره دي هيقدر يتحمل حراره الشمس. بالظبط. وهي دي. انا مش عارف اشكرك ازاي يا باشمهندس. ولا اي حاجه، ده انت والله نورتني بجد وشرفتني مش والله عارف العظيم. اشكرك ازاي. شرف عظيم ليا والله. والمكان مفاجاه والشغل مفاجاه بالنسبه لي، وتسلم ايدين اللي اشتغلوا فيها بجد. الله يبارك في معاليك. ان شاء الله نكون دايما عند حسن ظن حضرتك الجميل. ان شاء الله. حبيبي شرفتني ونورتني، سعيد جدا بلقائك. شرفت جدا ميرسي. بيك والله العظيم. ميرسي.